سيظل الرجل العناب أسطورة الأساطير بالنسبة للرجال الخارقين على مدار التاريخ، بس ده ما يمنعش إن أنا أقولك على شوية حاجات كده ما كنتش تعرفها عن فيلم سبايدر مان اللي نازل بكرة. الاسم ده طلع متاخد من مجلة كوميك صدرت سنة 2008، بس أول ما صناع الفيلم أعلنوا اسمه، العدد اللي كان عمره 17 سنة واللي ما كانش فيه حد فاكره أساسا، الناس بدأت تبيعه على موقع اي باي بأسعار خيالية. الممثلة روزاريو داوسون فعلا صورت مشاهد حقيقية في فيلم سبايدر مان الجديد، رجعت شخصيتها كلير تمبل اللي مثلتها اول مره سنه 2015، بس للاسف الست روزاريو مشاهدها كلها اتحذفت في المونتاج، وفضلت مخبيه السر ده لمده سنه كامله لحد اسبوع فات. اللي نعرفه عن قصه فيلم سبايدر مان ان هي بتحصل في نيويورك، بس اغلب المشاهد اللي هتشوفها بكره في السينما مش متصوره في نيويورك اصلا، لان المشاهد الحقيقيه اتصورت في مدينه جلاسكو في اسكتلندا. توم هولاند اتعرض لارتجاج حقيقي وقت التصوير، فطبعا الراجل اتحسد يا جماعه، واحد بيصور في ذا اوديسي وبيصور في فيلم سبايدر مان الجديد، عايزه يعني يحصل له ايه؟ ده كويس ان هو عايش لحد دلوقتي. يا ترى حسابه في البنك فيه قد ايه السنه دي؟ والانتاج اتوقف لمده اسبوع كامل لحد ما يخف. الممثله الجميله القديره زندايا كانت بتقرا نسخه مبكره من السكريبت، بعد ما قريته قالت لا مش هيمشي معايا الكلام ده، انا الشخصيه بتاعتي محتاجه اعاده كتابه، ادوني الكلام ده انا هعيد الكتابه بنفسي. وقعدت تعدل في السكريبت بتاع شخصيتها لحد ما بانت شخصيه قويه. وفي الفتره اللي كان بيتصور فيها فيلم سبايدر مان طلع كلام حقيقي ان الفيلم ده هيظهر فيه شخصيه تشانج تشي، لان المخرج ديستن دانيال كريتون مخرج الفيلم بتاع سبايدر مان هو نفسه المخرج بتاع فيلم تشانج تشي، بس في اخر لحظه تراجع وقال لك لا انا هشيل الشخصيه دي لجزء تاني من فيلم سبايدر مان. واضح ان اجزاء سبايدر مان ملهاش اول ولا اخر. الفيلم هينزل بكره في السينما، اتفرجوا عليه وقولوا لي مين احسن، الرجل العناب ولا سبايدر مان.